جديد العودة إلى الجوزيبي مياتزا، هذه المرة غازي العمري برفقة لوتارو مارتينيز صاحب الهدف الوحيد في هذه المباراة ورجل هذه المباراة، وبجانبه العائد أو المتألق مختاريان. نشاهد. أسامة معي نجم هذه المباراة لوتارو مارتينيز، وأيضا لاعب خط الوسط إنريك ميكيتاريان. نبدأ مع لوتارو كومبليمنتي. لوتارو تهانينا، فوز مستحق ومهم. سجلت هدف في سانسيرو بعد 8 أشهر هنا. كيف تشعر؟ أنا سعيد. أسجل في دوري الأبطال والدوري، وأنا سعيد منذ فترة طويلة، وساعد الفريق من أجل الفوز اليوم لكي نواصل ونلاحق الفريق المتصدر. الليلة الانتر خلق العديد من الفرص ولكنه سجل هدف واحد فقط. ما هي المشكلة؟ ربما علينا أن نحسن هذا الجانب، وكثير من المباريات حدث فيها مثل هذا الشيء. علينا أن نمضي قدما بعملنا مثل العادة ومتحدين كفريق، ونساعد بعضنا البعض، ودائما نحتاج للجميع. لعبت المباراة بأكملها. كيف تشعر من الناحية البدنية؟ أشعر بحالة جيدة. نحن الآن تقريبا في منتصف الدوري، يجب أن أكون جاهزا بدنيا. كانت مباراة ثقيلة، لكن لحسن الحظ معنا لوتارو الذي حسم المباراة. هذا الأسبوع هناك مباراة مع الأرسنال، بعدها نابولي. أسبوع ليس بالحاسم ولكن مهم. كل المباريات مهمة بالنسبة لنا بغض النظر عن من سنواجه، ولكن في البداية يجب أن نفكر في الأرسنال. ستكون مباراة صعبة، ومن ثم سنفكر في مباراة نابولي، ستكون مباراة صعبة ومميزة. كلاعب سابق لأرسنال كيف تشعر؟ أشعر بحالة جيدة. لعبت سنة ونصف هناك، ولكن هذا لا يغير شيء. أنا لاعب الإنتر حاليا وسعيد بتواجدي، وسنرى. شكرا جزيلا. تهانينا. شكرا. إذا أسامة، سعادة كبيرة طبعا بعد هذا الانتصار الذي كان صعب، وسيناريو دراماتيكي كان مرهق في النهاية لجماهير إنتر، ولكن فرحة كبيرة مع صافرة النهاية التي أعلنت فوز إنتر. يقترب من نابولي نقطة وحيدة قبل الموقعة الحاسمة المنتظرة الأسبوع القادم أمام البارتينوبي هنا في سانسيرو. عودة إليك أسامة.